الأخت دي كانت قاعدة بتتغدى هي وجوزها، وكانوا مبسوطين جدا. فجأة بتبص وراها، لقت أختها اللي ما شافتهاش من 3 سنين. جت تزورها فجأة، حالتها صعبة جدا، هدومها متبهدلة وبتعيط. أول ما شافتها اتفاجئت وقالت لها انت كنت فين وايه اللي جايبك؟ فأختها عيطت وقالت لها أنا بمر بظروف صعبة واتطلقت، وليا 3 أيام في الشارع، مش لاقية مكان لا أنام فيه ولا لاقية لقمة أكلها، ممكن تأكلوني؟ قالت لها نأكلك ايه؟ انت مش شايفة منظرك؟ افرض حد من الجيران شافك، انت ازاي تجيلنا بالمنظر ده؟ اتفضلي امشي من هنا. فوقعت من طولها، اغمى عليها. رغم كده لا اختها رحمتها ولا جوز اختها رحمها، الاتنين حاولوا يقوموها علشان يطردوها من بيتهم. وفجأة وهم واقفين، السكرتير بتاعها جه وكان جايب لها كمان لبس. هنا اختها اتفاجئت، قالت لها انا معايا فلوس وعندي شركة كبيرة، وكنت جاية ازورك وحبيت اشوف رد فعلك اول ما تشوفيني بعد السنين دي، للأسف اتصدمت فيكي. فاختها لما عرفت انها غنية قالت لها واحنا نقدر نستغنى عن بعض؟ ده انتي اختي الوحيدة، انا كنت بهزر معاكي. قالت لها لحسن الحظ ان انتي اتكشفتي على حقيقتك، لكن خلاص ملكيش في الطيب نصيب. للأسف الشديد الناس دلوقتي بتتقاس بالفلوس، اللي معاه فلوس بيحترموه واللي مش معاه فلوس بيقللوا منه. هل عندي حق ولا انا غلطانة؟ منتظرة ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.